أهلا بيكم في قناتكم قصص وروايات. النهاردة جايب لكم قصة جديدة مليانة أمل ومعنى جميل بعنوان الباب اللي ما بيتقفلش. كان يا ما كان في حارة قديمة، كان فيه باب كبير شكله قديم وخشبه متآكل. كان الباب ده مفتوح على مصراعه طول العمر. أهل الحارة كانوا كل مرة يشوفوا الباب مفتوح يقوموا يجروا يقفلوه، يقولوا ديه دنيا خطيرة، الباب لازم يتقفل، اللي بره معروفش، الأمان في القفل. وكل مرة الباب يتقفل الحارة تبقى ظلمة ما فيهاش هوا، وكل زواياها يكون فيها خوف وسكوت. لكن في يوم جه طفل صغير اسمه سليم، عنده قلب كبير وعينين فيهم فضول. سليم دخل الحارة لقى الباب مقفول، قرب منه بهدوء وبدأ يفتحه برفق. لما الباب اتفتح دخل نور شمس دافي وهو نقي، والعصافير عدت تغني قرب الحارة. الناس بصوا بخوف وقالوا انت مجنون، هيجي لينا خطر. لكن سليم ضحك وقال ازاي نعيش من غير نور؟ ازاي نتنفس من غير هوا؟ مين قال ان كل اللي بره شر؟ ويوم ورا يوم الباب فضل مفتوح، والنور بقى يدخل الحارة، والورد بدأ يطلع في الأرض، والألوان زهرت على الحيطان، والعيال بدأوا يلعبوا في الحارة بضحك وفرح. الناس شوية شوية بدأوا يحسوا إن الباب المفتوح ما جابش خطر بس جاب حياة. النور علمهم يشوفوا جمال كان مخفي، والهوى علمهم يتنفسوا من غير خوف. في آخر يوم كل أهل الحارة جمعوا قدام الباب وقالوا إحنا شكرا ليك يا سليم، إحنا خفنا كتير ونسينا نفتح قلوبنا. والباب بقى رمز ما يتقفلش تاني، بقى علامة على الشجاعة والانفتاح والحب. سليم قاعد يبص على النور وقال في سره اللي يفتح باب يفتح معاه ألف طريق في القلوب. العبرة أوقات كتير بنقفل أبوابنا خوف من المجهول، بس اللي يفتح قلبه يدخل نور ويتعلم يشوف جمال الدنيا ويعيش بحب وشجاعة. اتمنى القصة تكون عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم.